السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. حياتك نتاج أفكارك. ركزي قوي في كل كلمة في الجملة دي، لأنها هتفرق في حياتك كتير جدا. فعلا، زي ما بتبرمجي عقلك بتلاقي النتيجة. انا مش بقول كلام كده وخلاص، انا هحكي لكم بقى تجربة شخصية. يعني في فترة كده من الفترات كنت بمر بضغوط، وكنت على طول بتضايق. مجرد ما حاجة تضايقني خلاص ممكن اقعد باليوم والاتنين والتلاتة زعلانة وعمالة بقى اكل في نفسي، والموضوع بقى ايه بقى يأثر فيا جامد. فجيت في مرة كده عملت وقفة مع نفسي وقلت لا، انا ما ينفعش ان انا افضل اعمل في نفسي كده. وفي الاخر الحاجة دي سواء زعلتي عليها يوم اتنين تلاتة 10 100 يوم، هتبصي تلاقيها خلصت في الاخر. خلصت بقى بطريقة حلوة، خلصت بطريقة وحشة، المهم ان هي هتنتهي وهتبقى مجرد ذكرى. ذكرى كويسة، ذكرى مؤلمة، ايا كانت الذكرى اللي هتسيبها، فهي في النهاية هتبقى مجرد ذكرى. فبما انها هتبقى مجرد ذكرى، يبقى المفروض انها ما تاخدش ايه كتير من حياتنا. فقررت من اليوم دوت ان انا مش هزعل كتير، او مثلا يعني بما انها مشاعر طبيعية ان انا ازعل واحزن زي اي بني ادم. فمفيش مشاكل ان انا لما اتعرض لموقف ازعل واحزن، بس الموضوع دوت ما ياخدش غير كام ساعة. يعني يوم بقى ما يطول قوي واقول ده انا يعني بهدلت الدنيا في الزعل، هو يوم يجي بقى تاني يوم المفروض ان انا خلاص الموضوع بالنسبة لي ايه اتنسى. طب انا بقى اديت امر العقل، قلت له ايه؟ انا بيني وبين نفسي قررت وقلت ان اي حاجة هتضايقني مش هزعل عليها لمدة كبيرة، وفي نفس الوقت هنساها، هعتبرها كأنها ما حصلتش. انا عارفة ان الموضوع مش سهل. الموضوع ممكن يكون لو هو بالبساطة ديت اي حد عايز ينسى حاجة كان ايه، كن زماننا كلنا خدنا كل الهموم بقى والمشاكل والحاجات اللي بتواجهنا في حياتنا رميناها، وكان يعني ما كانش هيبقى في حد تعبان بقى ولا متضايق. بس عايزه اقول لكم كل حاجه في الدنيا مع الاستمراريه والتدريب فعلا بتتحقق. حتى النسيان، ان انت تنسي الحاجه وانت متعمده، بالتدريج هتلاقي نفسك بتنسي الحاجه من غير ما تبذلي اي مجهود. هحكي لكم موقف يعني يثبت لكم بالدليل القاطع الكلام اللي انا بقوله دوت. في يوم كان ابن اختي تعبان، المهم ان جوز اختي مرضيش يستنانا، لانه كان قلقان جامد على الولد ومرضيش يستنانا لحد ما نلبس، جري وسبقنا. واحنا بعديها بمفيش يعني خدنا بعضنا وبرضو ايه يعني جرينا علشان نروح على المستشفى. المهم المكان اللي احنا نزلنا فيه، المفروض المكان ده بنبدل فيه وبنركب مواصلة تانية علشان نوصل للمستشفى. فبالفعل نزلنا وبصيت لقيت بقى الميكروباص واقف. ركبت انا واختي وبنت تالتة في الكنبة اللي ورا السواق. كده خلاص المكان بقى كومبليت، مفيش مكان فاضي ورا السواق. ف اتفاجئت ان جوز اختي واقف تقريبا بقى ايه، ما كانش فيه مواصلات، فعلشان كده اتقابلنا تقريبا في نفس الوقت. لقيته واقف وفجأة برد فعل تلقائي جدا ناديت عليه وقلت له يا احمد، وقلت لاختي ايه الحقي ده احمد اهو ومعاه الولد. فقلت للبنت لو سمحت ممكن تنزلي وتعديني، لان هي اللي كانت قاعدة على الحرف. البنت فعلا نزلت، ولقيت نفسي برضو بمنتهى التلقائية. يعني هو الموقف احنا بنعتبره موقف كوميدي، لكن اي حد متخصص هيقولك لا دي كده بقى ايه، على اول درجة من درجات مرض الزهايمر. البنت نزلت، مجرد ما نزلت انا نسيت ان كان في بنت قاعده اصلا، ولقيت نفسي برضو بمنتهى التلقائيه بنادي على جوز اختي وبقول له يا احمد تعالى بسرعه، ده انا حاجزه لك مكان اهو جنبنا. طلع فعلا وقعد لانه مش شايف الحوار اللي داير. اختي يعني كانت ملخومه في تعب ابنها، وفي نفس الوقت كانت مصدومه من رد فعلي، فما اتكلمتش وما كانش ليها اي رد فعل. لقيت البنت جايه وبتهاجمني وبتزعق، وازاي وانت لو عايزه الكرسي من الاول ما كنتيش ضحكتي عليا وقلتي لي انزلي وعديني والكلام ده. هل انا بقى تذكرت ان كان في بنت قاعده وقتها؟ لا، برضو ما تذكرتش. هاجمتها وزعقت معاها وقلت لها ازاي ولا وما حصلش وانا ما شفتكيش اصلا، ولو انت عايزه الكرسي ده طب ما تقولي انت، لكن اللي انت بتعمليه ده ما يصحش. عموما الميكروباص كله فاضي، اشمعنى الكرسي ده اللي انت عايزاه؟ وكل الركاب والسواق
قاعدين طبعا عمالين يتفرجوا على المنظر. اللي كان سامع الحوار مين؟ السواق، لان احنا كنا في ظهره على طول. فاحنا ماشيين قال لي يا مدام دي الانسه فعلا اللي كانت قاعده ديت كانت قاعده جنبك، انت اللي نزلتيها. فقلت له ازاي نزلت مين؟ انا ما شفتهاش اصلا. وبرضه مصممه على موقفي، انا مش فاكره حاجه. يعني هو بالنسبه لي ذاكره يعني بالنسبه لي كان موقف كوميدي، وبالنسبه للي حواليا برضو كان موقف كوميدي، لان هم قعدوا يقولوا لي انت فكرتينا في فيلم فاصل ونعود، يعني عامله زي ذاكره السمكه، طول ما الحاجه قدامك انت فاكراها نزلت خلاص. بس هو في الحقيقه الاوردر اللي انا اديته لعقلي في الفتره دي ان انا احاول انسى، بقى خلاص هو خد الاوردر وحاول يطبقه زي ما هو كده. انا بقيت بنسى فعلا حاجات كتير جدا في حياتي. طب يعني معناه ايه بقى الكلام دوت؟ او انا بحكي لكم القصه الطويله دي ليه؟ اكيد مش عشان اصدعكم، بس عشان اقول لكم ان فعلا الاوامر اللي هتديها لعقلك هي اللي هتحدد ملامح مستقبلك ازاي، هي اللي هتحدد الحياه اللي انت عايزه تعيشيها يبقى شكلها ايه. عايزه تبقي بني ادمه ناجحه، فانت هتدي اوردر لعقلك ان انا هقدر اعمل الحاجه الفلانيه، هقدر اوصل، هقدر انجح. مفيش حاجه اسمها لا انا مش هقدر، انا مش هعرف اعمل الحاجه ديت. على قد ما تقدري تدي لعقلك اوردر ان انت سعيده، ان انت مبسوطه، ان انت ناجحه، هتلاقي فعلا ان كل حاجه عقلك بيحاول يهيئها لك علشان يوصلك للهدف بتاعك. يا رب اكون فدتكم، ويا رب يعني اكون ما طولتش عليكم في الفيديو، بس بجد بجد ركزوا قوي قوي في الاوامر اللي بتدوها لعقلكم.